أختي إسراء عندها 23 سنة وبقالها حوالي 8 شهور مخطوبة. خطيبها طارق في الأول كان يبان ابن الناس وكويس، بس إسراء بدأت تشتكي منه كتير، حاجات صغيرة كده، يعني يتعصب من أقل حاجة. التلاتاء اللي فات جات لي مكالمة من أمي الساعة 6 الصبح، كانت بتعيط بانهيار ومش عارفة أفهم منها كلمة. فضلت تقول لي إن إسراء في المستشفى. في ثانية كنت عندها أنا وجوزي حسام. لما وصلنا الطوارئ لقيت بابا وماما قاعدين في صالة الانتظار. بابا الهم كان راكبه، وماما عينيها كانت ورمة ومحمرة من كتر العياط. واللي حصل إن طارق كان عندهم في البيت الليلة اللي قبلها وقعد يزعق فيها في الصالة. بابا وماما سمعوا الزعيق بس افتكروها خناقة عادية من خناقتهم. فجأة سمعوا صوت حاجة بتتكسر. كان طارق زج إسراء على ترابيزة الصالة، ولما حاولت تقف مسك دراعها وكتفها طلع من مكانه. ولما صرخت من الوجع ضربها على وشها وتنى صباعها لورا لحد ما اتكسر. ماما طلبت الإسعاف والشرطة فورا، وبابا حاول يحجز بينهم. وطارق خرج من الباب بكل بساطة كأن مفيش حاجة حصلت. في المستشفى إسراء كانت مش عارفة تتكلم من كتر العياط. قعدت معاها كام ساعة لحد ما الشرطة جت وخدت أقوالها. وبابا وماما كانوا خلاص متفقين مع محامي عشان يرفعوا قضية وياخدوا حقها، وكانوا عايزين طارق ده يتحبس في أسرع وقت. لما مشيت أنا وجوزي حسام من المستشفى وركبنا العربية كنت لسه برتعش من المنظر. حكيت له اللي طارق عمله بالتفصيل وإزاي بهدلها عشان حتة تيشيرت اتغسل غلط. حسام أخد ظهره لورا بكل برود وقال: والله هي تستاهل اللي حصل لها. افتكرت نفسي سمعت غلط. قلت له: أنت قلت إيه؟ قال نفس الكلام تاني بثبات، وقال إن إسراء تستاهل اللي حصل لها وإنها هي اللي جابته لنفسها، إنها طول عمرها دلوعة وطفلة ومش عارفة تتصرف، والرجالة ليها طاقة وبرضه بتنفجر. وطارق هو الضحية في القصة دي. أنا كنت بتفرج عليه ومش عارفة أقول حاجة من الصدمة. سألته وأنا بصرخ: أنت بجد بتبرر اللي عمله؟ هو هز كتافه وقال: كل تصرف له عواقب. الفيلم ده فضلت أعيده في دماغي طول الليل ومش عارفة أنام. هو أنا متجوزة مين؟ على الساعة التانية بالليل هزيت حسام عشان يصحى وسألته: أنت ممكن تعمل فيا زي ما طارق عمل؟ يعني لو استفزيتك ممكن تضربني كده؟ هو بس فضل يبص لي من غير ما يقول حاجة. قمت من السرير ورحت على أوضة الضيوف، قفلت الباب بالمفتاح وقعدت على الأرض ماسكة التليفون ومش عارفة أتصرف إزاي. تاني يوم وهو في الشغل لميت شوية هدوم وأوراقي المهمة وبعت له رسالة قلت له إني قاعدة عند أهلي كام يوم. هو ما سألنيش ليه. بالنسبة لإسراء، بابا وماما رفعوا قضية على طارق والشرطة قبضت عليه بعد يومين، وبابا جاب محامي تقيل عشان يضمن إنه يتسجن وما يخلعش منها. إسراء لسه مش عارفة تحرك كتفها ومحتاجة أسابيع علاج طبيعي، وأنا لسه ما رجعتش البيت. حسام بعت لي كام رسالة بيسألني هرجع إمتى، وأنا لحد دلوقتي ما ردتش عليه، ومش عارفة أطلب الطلاق دلوقتي ولا أستنى لحد ما يكسر لي دراعي أنا كمان.